أهلا ومرحبا بكم، سعيدة بلقياكم مجددا في وصفة جديدة من وصفات رجاء في البيت. وغادي نتقاسم معكم السفنج الكوكوت ساهل وسريع بطريقة مختلفة، غادي يهنيكم من قوة التدليك، أيضا كيختمر بسرعة، ما كيطلبش منا نعجنوه الصباح ونطيبوه في العشية، كيوجد في ساعته. كي قلت لكم والنتيجة اكثر من رائعه، كنحصلوا عليه مقرمش مجعب من الداخل مفشفش، احسن من الذي يباع بكثير، والنتيجه قدامكم. اذا بلا ما نطول عليكم، ما تبخلوش عليا بلايكاتكم طبعا الى عجبكم اقتراح اليوم، ونخليكم تكتشفوا باقي التفاصيل. اذا على بركه الله كنحتاج ملعقه كبيره من الخميره، كنوضعها في انيه العمل. من بعد كنضيف ملعقه صغيره من السكر، ما تقويش السكر بزاف باش ما يتخطفش لكم من برا ويتحرق ويبقى عجينه من الداخل. هنا غادي نوضح لكم واحد المساله خصوصا للمبتدئات، ممكن تعبروا باي كاس كتوفروا عليه كبير او صغير. الاختلاف هنا الا عبرتوا بكاس صغير كتحصلوا على كميه قليله، والعكس الا عبرتوا بكاس كبير كتحصلوا على كميه كثيره. كي قلت لكم على حسب افراد الاسره، فانا غادي نستعمل كاس كبير، يعني وضعت كاسين من الماء او ما يعادل 700 مليلتر. بنفس الكاس دائما كنعبر كاسين من الدقيق، يعني كنعملوا كاسين دقيق وكاسين ماء، ودائما العبار بنفس الكاس. وكي قلت لكم ممكن تعبروا بكاس صغير كيف ممكن تعبروا بكاس كبير. غادي نخدم هاد المكونات جيدا غير بالخلاط اليدوي حتى كينسجموا مزيان، ما كيبقاوش يبانوا ليا التكتلات ديال الدقيق. كنحصل على خليط كريمي، شوفوا معايا القوام ديال الخليط بهذا الشكل، وكيعمل فقاعات ضروري انكم تخدموا الخليط في هذه المرحله بشكل جيد. كيف ما تعودتوا معايا دائما، فغادي نغطي على الانيه ديالي وغادي نتركها 10 دقائق تفاعل، ورجع معكم باش نكملوا تتمه التحضير. بعد مرور 10 دقائق كيتفاعل الخليط، كيضاعف الحجم ديالو، شوفوا معايا كيصبح بهذا الشكل. هاد التقنيه كتعاوننا بزاف وتسهل علينا الخدمه، فكنحصلوا على عجين بدون مجهود. كي غادي تشوفوا معايا ما نحتاجوش ندلكوها نهائيا. من بعد كنضيف ملعقه صغيره من الملح وكنخلط بشكل جيد باش كيتوزع داك الملح مع الخليط. وعاد غادي نضيف الكأس الثالث من الدقيق، ودائما كنكملوا العبار بنفس الكأس اللي بدينا به في الأول. وكندخل هاد الدقيق بالفوي جيدا في الخليط. شوفوا معايا هنا غادي نستغنى على الفوي لأن العجين تقل القوام ديالها، وغادي نضيف الكأس الرابع. فبالنسبه للكأس الخامس كنترك منه الربع، ما كنضيفوش بالكامل. فبالنسبه ليا متعوده على كميه السوائل، كنعرف كميه الدقيق اللي غادي تدخلي في هاد الكأسين من الماء. اما نتوما فالكأس الخامس كتضيفوه تدريجيا وعلى دفعات. المهم كنبدا كندخل داك الدقيق المضاف مع الخليط الاول، وضروري كنتاكدوا ان العجين تجانسات وانسجمات بشكل جيد، يعني ما بقاش لينا الدقيق متكتل في قاع الانيه. كيكون هذا هو القوام اخواتي. شوفوا معايا العجين ديال السفنج ضروري تركوها بهذا القوام اللي كتكون رخوه وكتلتصق في الايادي بهذا الشكل. بالنسبه ليا كي قلت لكم احتاجيت ل5 كؤوس الا ربع، اما نتوما كيبقى الاختلاف نوعيه الدقيق ودرجه الامتصاص ديالو. وكنصحكم انكم تخدموا السفنج بهذه الطريقه، يعني كتصبقوا الماء على الدقيق، لان لا درتوا العكس صبقتوا الدقيق وعاد عجنتوا بالماء كتاخذ منكم واحد الوقت كتير في مرحله الدلك. فبهذه الطريقه ما كترهقناش نهائيا وكنحصلوا على السفنج بدون عناء. كنغطي على الانيه ديالي وكنتركها لمده 5 دقائق. وفي هذا الاثناء نقترح عليكم الكوكوط. طبعا كنمر باش كندهنها بالقليل من الزيت. كي كتشوفوا معايا كنوزعوا بالفرشاه وغادي نوضعها على نار قليله غير الدفا، ما تحاولوش تسخنوها باش ما تطيبش لكم العجين وتخسرها لكم. بمجرد ما كتدفى فكنحيدوها على النار، وطبعا كنوضعوها جانبا. التقنيه ديال الكوكوط كتسهل علينا الخدمه او كتسرعها، فكيختمر لينا السفنج بسرعه. صدقوني اخواتي راه كنعجنوه ونطيبوه في ساعته. المهم كنتركها جانبا، وطبعا كنمر للعجين. غادي نبدا ندخل ليها اكبر كميه من الهواء ممكنه
بهاد الحركات كي كتشوفوا معايا، يعني كنبقى نضرب في العجين وكندور عليها كامله بهذا الشكل. بالنسبه للاخوات المبتدئات، كل ما كررتوا هذه العمليه ما بين 2-3 المرات، يعني كتخليو العجين ترتاح 5 دقائق وتوليو تعاودوا تدخلوا لها الهواء وتوليو تخرجوا منها الهواء. بهذا الشكل كتحصلوا على سفنج اللي كيجي خفيف وكيجي مفشفش من الداخل. المهم كنوضع هذا العجين ديالي في الكوكوط او طنجره الضغط اللي كتكون غير دافيه بهذا الشكل، وغادي نغلق عليها كنزيرها مزيان. طبعا بالنسبه للصفاره راه كنحيدوها، غادي نتركها جانبا تختمر ونرجع معكم باش نكملوا تتمه التحضير. بعد مرور 10 دقائق فكتختمر العجين او كيتضاعف الحجم ديالها، كنحصلوا عليها بهذا الشكل. شوفوا معايا عجين اللي كلها فقاعات. بالنسبه لتقنيه الكوكوط فراها كتسرع عمليه الاختمار كي قلت لكم، وكتزيد لك لينا العجين لاننا دفيناها فكتزيد العجين تطلق. وشوفوا معايا العجين ما شاء الله كلها فقاعات. غير تبعوا المراحل كما هي، وانا متاكده غادي ترحموني على هذه الطريقه لان فعلا تقنيه اللي ناجحه 100%. المهم كنخرج الهواء من العجين، كنحتاج القليل من الزيت وكنبدا كنشكل كويرات. وشوفوا معايا العجين ما شاء الله كلها منبله. غير تبعوا الفيديو، تبعوا النصائح من الاول حتى الاخير، خصوصا اذا كنتم مبتدئات. ما تحاولوش تخطاو اي جزء من هذا الفيديو باش ان شاء الله تضبطوا الوصفه. ودائما كنكور وكنحاول نغلق داك الكويرات من التحت بشكل جيد. بالنسبه للسفنج انا عملته بحجم كبير، وانتم لكم الاختيار، ممكن تعملوه صغير كيف ممكن تعملوه كبير. هنا كنوريكم العجين عن قرب، كلها فقاعات كلها منبله. غير كنأكد على القوام ديال العجين، لازم تركوه كما شفتوا معايا في الاول ديال لا فيديو، ما تكونش ثقيله باش ما تحصلوش على سفنج اللي كيجي ثقيل ومدقس من الداخل. بعد ما كنكمل فكنتحصل على 12 الوحده بحجم كبير. اما نتوما الا عملتوهم صغارين فغادي تحصلوا على كميه اللي هي كثيره. وطبعا الا عبرتوا بكاس العنبه فغادي تحصلوا على 6 الوحدات بحجم كبير. مباشره بعد ما كنكمل الكميه اللي عندي بالكامل كتسهلوا عليكم الخدمه. عاد كتمروا باش كتقليوه. كنحتاج المقلاة اللي كنوضع فيها حوالي ملعقه الى ملعقتين كبيرتين من الزيت، وطبعا الكاسرول اللي كتكون عامره بالزيت. بالنسبه للنار كتكون قليله بزاف في المقلاة، وكنشكل السفنجه ديالي كنوضعها. طبعا بالنسبه للكاسرول فكتكون النار عاديه، ما كتكونش مرتفعه بزاف باش ما يتخطفش ليكم ويبقى عجينه من الداخل، وفي نفس الوقت ما تكونش قليله بزاف باش ما يجيكمش مزيت وشارب الزيت بزاف. المهم كنستمر او كنخدم بالتتابع. بعد ما كتشد السفنجه راسها فكنحولها للكاسرول، وطبعا كنعمل وحده اخرى. وشوفوا معايا السفنج ما شاء الله كي كيتنفخ، كيجي كله منبل كله فقاعات وكيجي خاوي من الداخل. من بعد ما كيتحمر فكنقلبوا على الوجه الثاني وكنرد معاه البال. طبعا بعد ما كياخذ هذا اللون الذهبي الجميل فكنوضعوه على الورق النشاف باش كيمتص داك الدهون الزائده. بالنسبه للزيت الا لاحظتوا ان البخار كيتصاعد منها فضروري طفيو عليها لانها كتكون سخنات بزاف او وصلت لواحد الدرجه عاليه، فضروري انكم تبردوها مره ضروري مره كتطفيو على الزيت كي قلت لكم باش ما يتخطفش لكم السفنج بداك الحراره ديال الزيت. من بعد ما كتشد السفنجه راسها كي كتشوفوا معايا كنوضعها في الكاسرول، ودائما ما كتحمر من الوجه الاول فكنقلبها على الوجه الثاني. وكنستمر اخواتي بنفس الطريقه اللي موضحه في لا فيديو حتى كنكمل الكميه اللي عندي بالكامل. دائما الدوائر د العجين كنوضعوهم على كف يدينا، كنشكلوا واحد الثقب وكنبداو كنعطيوهم شكل متناسق، كنوضعوهم في المقلاة. والنار كتكون قليله. الا لاحظتوا ان الزيت سخنات بزاف فكتنقصوا للنار او كتطفيو عليها كتبردوها، عاد كتكملوا باش كي قلت لكم ما كيتخطفش وكيبقى عجينه من الداخل. ودائما كنعاونوا السفنجه كنرشوها بالزيت باش كتزيد تطرطق وكتزيد يعني تنفخ. من بعد ما كتحمر فكنقلبوها. هنا غادي نقترح عليكم هذا الاقتراح بالنسبه للمبتدئات اللي كتسيح لهم العجينه في يديهم وما كيحصلوش على السفنج بنفس الحجم او بنفس الشكل. ممكن انكم
دهنوا البوطاجي بالقليل من الزيت، كتوضعوا دائره العجين وكتشكلوا واحد الثقب في الوسط، كتبداو كتوسعوه بهذا الشكل وكتحصلوا على شكل متناسق. طبعا كتهزوها كتوضعوها مباشره في المقلاة، وكتستمروا اخواتي بالطريقه اللي موضحه في لا فيديو حتى كتكملوا الكميه اللي عندكم بالكامل. شوفوا معايا السفنج ما شاء الله كيجي احسن من الذي يباع بكثير، ودائما كتعاونوا داك السفنج كترشوه بالزيت باش كيزيد يتنبل كيبانوا داك الفقاعات كيزيدوا يتنفخوا. من بعد كتقلبوها على الوجه الثاني باش كتحمر. هنا غادي نرجع نكرر معكم الطريقه للمبتدئات. دائما هاد الطريقه او العجين كنشكلوها حتى كنبغيو نوضعوها في المقلاة، ما تخليوهاش على البوطاجي مشكله، لان منين غادي تجيو تهزوها غادي تسيح لكم في يديكم وغادي تلقاو ما تهزوا. فضروري حتى تبغيو توضعوها في المقلاة عاد كتشكلوها وكتهزوها مباشره كتوضعوها في المقلاة. وكنستمروا اخواتي بنفس الكيفيه. وشوفوا معايا كنحصلوا على سفنج ناجح. ولو تكونوا مبتدئات صدقوني غادي توفقوا وتنجحوا فيه من اول تجربه. غير واحد النقطه اللي مهمه بزاف، ما تحاولوش تخطاو الفيديو باش تستافدوا ان شاء الله من كل مقطع، وتضبطوا الوصفه وتوفقوا في التحضير ديالو. ودائما النار الا لاحظتوا ان الزيت سخنات بزاف فكتبردوها، يعني كتطفيو عليها وكتبقاو مره كتنقصوا الشعله مره كتزيدوا فيها، يعني عينكم ميزانكم. المهم هو انكم تحصلوا على وحدات اللي كيجيو محمرين بنفس الدرجه، يعني كتعطيوهم نفس اللون. وكان هذا هو الشكل ديالو قدمته لكم بالصحه والراحه. كيجي مقرمش كي سمعتوا، كيجي مشعب من الداخل مفشفش، وفي نفس الوقت كيجي كله منبل كله فقاعات كيجي خاوي. وهنا كنوريكم الشكل ديالو من الداخل. ولو ان بعض الاخوات ما كيبغيوش او ما كيفضلوش هذه الطريقه، ولكن مصداقيه القناه كتفرض عليا انني نوريكم الوصفه من برا وايضا من الداخل. فشوفوا معايا كي كيجي، راه كيجي خاوي من الداخل، كيجي بنين ولذيذ بزاف، ما كيجيش نهائيا شارب الزيت. غير ضبطوا طريقه القليل اللي هي مهمه بزاف بالنسبه للنار، ما لازمش تكون قليله باش ما يشربش لكم الزيت، وفي نفس الوقت ما تكونش مرتفعه. مره كتردوا معاها البال. وبهكا اخواتي كنكون وصلت لنهايه الوصفه. لكم مني كل الشكر والتقدير، كنشكركم بزاف على حسن تتبعكم. ما تبخلوش عليا بلايكاتكم طبعا الا عجبتكم وصفه اليوم، وما تبخلوش عليا باقتراحاتكم اللي كتهمني بزاف. ما بقى لي نقول لكم غير الى اللقاء لوصفه اخرى من وصفات رجاء في البيت. احبكم في الله، مع السلامه.